بعيدا عن كرة القدم، تلقى الطفل البطل المغربي حمزة الأمين اللي عنده 12 سنة دعوة من نجم الأسباني رافائيل نادال للالتحاق بأكاديمية نادال. ويمكن الحقيقة الطلب ده اتقابل بالرفض من قبل الوالد أو معنى صح الأسرة. خلينا نشوف في التقرير أكتر ليه رفض الوالد يعني صعود حمزة إلى منصات التتويج والالتحاق بأكاديمية مهمة جدا في التنس، أكاديمية نادال. خلينا نشوف تقرير ونرجع تاني. على خلاف حب أبيه لكرة القدم وعمله الرياضي بإدارة الرجاء البيضاوي، اختار نجل حمزة الأمين ممارسة رياضة أخرى غير شاغلة الدنيا الساحرة المستديرة، ففضل حمزة بن الدار البيضاء وال12 ربيعا كتابة تاريخ رياضي جديد له ولأسرته في كرة المضرب بموهبة رعاها الوالد. أنا بديت رياضة التنس فاش كانت عندي 5 سنين مع الكوتش العناية. داني أبي نلعب العديد من المباريات والبطولات، كنت كنفوز، عجبتني هاد الرياضة أكثر. ودابا فزت على البطولة العربية 4 مرات، بطولة المغرب، بطولة شمال إفريقيا. ودابا أنا دابا الآن في السونتر ITF كنتريني الحمد لله، وكنتمنى نكون في المستقبل من أحسن اللاعبين في العالم. قصة حمزة الأمين بدأت مع تعلقه بهذه الرياضة في سن صغير، فتحولت إلى شغف وحب، فكان الفعل كبيرا بحصده للعديد من الجوائز والألقاب القارية والدولية، وآخرها بطولة جرت في إسبانيا فرصدته أعين النجم والعملاق الإسباني رافائيل نادال، الذي أبدى رغبته بانضمام الطفل الموهبة حمزة لأكاديميته في إسبانيا، لكن رب الأسرة كان له رأي آخر. الإشكال اللي عندنا حنايا هو أنه حمزة أولا كيبلغ من العمر 12 سنة، 12 سنة فهو صغير السن، وكيحتاج العائلة ديالو، كيحتاج الأصدقاء ديالو، وكيحتاج أنه يعيش كطفل. ثانيا هو كيمارس في المركز الدولي للتنس الموجود في البيضاء ديال لا فيدراسيون انترناسيونال دو تنس، اللي فيه أجود اللاعبين الإفريقيا. اللي هذه سنة الشيء اللي كمكنه أنه يقوم بالدراسة، يمزج الدراسة مع كرة المضرب الهواية ديالو. إذا الظروف كلها موفرة، وإذا أمام هذا كله فاحنا قررنا أنه حمزة يبقى في الدار البيضاء. قد لا ينضم بطلنا المغربي لأكاديمية نادال للتنس، وقد تذهب فرصة العمر بلا عودة، إلا أن الموهبة التي يملكها حمزة ستمكنه بلا شك من أن يصبح لاعبا واعدا ومهما لو تمت رعايته بالشكل المطلوب نظرا للقدرات الفنية والمؤهلات التي يتميز بها الكبير حمزة، وتعد بمستقبل مشرق لهذه الرياضة التي ما زالت فقيرة بأسمائها العربية اللامعة. يعني الحقيقة عايز أكلمك في حاجتين، يعني إن والد حمزة هو واحد من المسؤولين عن الرياضة وخاصة في نادي الرجاء، وابنه يطلع لاعب تنس. يعني هل بتستغرب الأمر بالنسبة لي حمزة؟ والله في النهاية هو رياضي، يعني يمكن اختلاف اللعبات اللي هو هنا كرة قدم وهنا كرة التنس. بس أعتقد والد حمزة كل الكلام اللي جالس يقول أعتقد أنه كلام جدا واقعي. اليوم لا تنسى حمزة عمره 12 سنة، الانضمام لهذه الأكاديمية، أكاديمية نادال، أعتقد أنه مش حمزة هو الوحيد راح ينضم لهذه الأكاديمية، أكيد كل المتميزين من هذه الأعمار راح يكونوا متواجدين. هذا العمر أنت صعب أنك تحدد مساره. في النهاية الطفل يريد لازم يكون يعيش حياته الطبيعية كطفل. الجانب الدراسي اللي هو الوالد له أهمية خاصة في هذا القرار. حمزة ممكن يأهل بطريقة صحيحة من خلال ممارسة هذه الرياضة في المغرب. يمكن بعض الأوقات في الإجازات الصيفية ممكن يلتحق في هذه الأكاديمية أو أكاديميات ثانية، إنه يأهل ويسقل من موهبته اللي هو فيها. لما يوصل عمر معين أعتقد ممكن أن يكون القرار يختلف. بس هذه الفترة أعتقد أنه قرار جدا صعب، 12 سنة أنك ترسل ولدك
تترك لأكاديمية أنت ما تعرف بعد هذا العمر وش ممكن يصير. هل في أشياء محددة يعني لنجاح حمزة خلال طريقه؟ ما أعتقد أنه صعب أنك ممكن تقول أنا عمر 12 أنا ممكن أحدد أن حمزة بعد عمر كذا ممكن يكون هدف، لأن في تحديات كثير، في ظروف، في أشياء تكلم فيها والد حمزة. الجانب الأسري مهم بالنسبة لهم أن يكون معهم. فأتمنى بس صقل هذه الموهبة بطريقة صحيحة حتى لو كانت في المغرب. أكيد، وده اللي نتمناه الحقيقة أن يعني نشوف حمزة زي يوسف العناوي وغير من النجوم المغاربة أو النجوم العالمين على المستوى العالم في التنس. كابتن إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، دائما نكون سعداء. احنا أسعد معنا حبيبي والله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.